أهلا بكم مشاهدينا. نفضت عنها غشاوة النظام السابق واستفاقت على أمل أن يكون الغد أفضل من الأمس، لكن يبدو أن مؤشرات الاقتصاد التونسي كلها حمراء. خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام وحسب البنك المركزي التونسي 7000 تونسي يفقدون وظائفهم شهريا. لماذا؟ هذا يعود أساسا إلى تراجع الإنتاج الصناعي التونسي بنسبة 12%، أما العمود الفقري للاقتصاد التونسي وهو النشاط السياحي فقد تراجع بنسبة تراوحت بين 40 وال50%. التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج تراجعت في شهر إبريل إلى أكثر من 12%، بينما تقلص احتياطي البلاد من العملة الصعبة ليصل إلى 10 مليارات دينار تونسي، وهو ما يكفي لتمويل الواردات لمدة 118 يوما فقط. ويبدو أن الفساد الذي قامت من أجله الثورة التونسية كلف اقتصادها الكثير حسب خبراء. كلفة الفساد وكلفة الرشوة، وخاصة معناها اللي هناك مش يكون هناك شفافية في المعاملات التجارية والمالية، اللي هي نسبة ممكن الاقتصاد التونسي على فترة 5 سنوات يربح 2%. الأسباب يعرفها الجميع، وهي الظروف السياسية والاجتماعية المضطربة التي تعيشها البلاد منذ 14 من يناير، إضافة إلى الأزمة التي تعيشها ليبيا والتي أثرت على نشاط المؤسسات الاقتصادية التونسية المصدرة نحو هذا البلد، وعلى حركة توافد السياح الليبيين نحو تونس والذين يقدرون بمليوني سائح سنويا. للقفز من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر زار عدة شخصيات ممثلة لهيئات مالية تونس، وهي منها روبرت زوليك رئيس البنك الدولي، الذي أكد أن الدعم الذي ستمنحه مؤسسته هو 500 مليون دولار، أي حوالي 670 مليون دينار تونسي. لكن التونسيين ورغم السواد المحيط بهم ينشدون غدا أفضل. مستقبل الاقتصاد في ظل الجواء من الحرية والديمقراطية ستكون أحسن بكثير. بالوقت يعني كل شيء ترجع لبلاصتها وترجع العجلة تدور، خاصة أنه ستكون هنالك شفافية وأرقام صحيحة وليست أرقام مغلوطة. الناس الكل متفائلين. 2011 معناها عام باهي للشعب التونسي الكل. أولئك الذين صرخوا قبل 4 أشهر خبز ماء علي لا، يقولون اليوم مهما كان فلم يكون أسوأ مما كان. شكرا مشاهدينا على المتابعة. عودة سريعة إلى علا وبقية الأخبار. كانوا يحلمون بغد أفضل، وإن شاء الله إن شاء الله لكل الدول العربية إن شاء الله. شكرا.